فضل ساعتين على الفطار ومعايا نص كيلو لحمه ومحتار اعمل ايه وخايف الوقت ما يكفيش، فيلا بينا نشوف افتكاسنا عملنا ايه. فاول حاجه نعملها ان احنا نصلي على النبي، وعشان نتبل اللحمه بتاعتنا محتاجين بصله مبشوره وطماطمتين معصورين، وهنقوم حاطين فيها اللحمه بتاعتنا ونتبلنا ملح وفلفل اسمر وشويه من السبع بهارات. لو كان عندي وقت كنت سبتها في التلاجة ساعتين عشان اللحمه تشرب التتبيله، بس انا بصراحه مستعجل. في الوقت اللي احنا نسيب اللحمه تتبل فيها نقوم مقطعين شويه خضار، جزر وبطاطس وبسله وكوسه، ونقوم حاطينها في اي برام عندنا وننزلين بيه على اللحمه بتاعتنا، ونحط كل حاجه فوق بعض. نفس البوله اللي كان فيها البصل والطماطم هننزل كوبايه من الميه السخنه عليهم مكعب مرقه ومعلقتين من الصلصه، وننزل بربع كوبايه من زيت الزيتون وملح وفلفل اسمر، وافتكاسه من عندي لازم تنزل بمعلقه عسل، هيودي الطعم في حته تانية. ونقلب كل حاجه مع بعض، ونقوم نازلين بالخلطه اللي احنا عملناها على الطاجن بتاعنا. وعشان نودي التيست في حته تانية، لو عندك شويه من اللي الضاني هنقوم حاطينها على وش الطاجن، ونقوم مغطينها بالورق الفويل ومدخلينها الفرن من ساعه ونص لساعتين على نار متوسطه. وبس كده احنا خلصنا، وده شكلها اول ما طلعت، والحمد لله ان انا لحقت اعملها على وقت الفطار بالظبط، مع ان والله كان في مشكله في الغاز ساعتها، بس الحمد لله ربنا كرمني وعرفت اخلصها بصراحه. لو انت عندكم وصفات تانية ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتات، واكتبوا لي تحت في الكومنتات برضو انتوا فطاركم ايه النهارده.